طيب هو المسيح كان فين قبل دخول أورشليم وليه استقبلوه بالطريقة دي؟ قبل ما المسيح يدخل أورشليم كان موجود في قرية قريبة من أورشليم اسمها بيت عنيا، وده المكان اللي السيد المسيح قوم لعازر من الأموات بعد 4 أيام من دفنه. ودي كانت معجزة عظيمة جدا أثرت في الناس وخلتهم يؤمنوا بيه أكتر. وعشان كده لما عرفوا إنه جاي يدخل أورشليم خرجوا كلهم يستقبلوه، مش استقبال عادي لكن استقبال ملكي. فرشوا ثيابهم على الطريق وقطعوا زعف النخيل وهزوه في الهوا كعادة ثقافية للفرح والانتصار. هم كانوا منتظرين المسيا الملك المخلص، افتكروا ان دخول المسيح على الجحش بالاستقبال ده هو بداية خلاصهم من الحكم الروماني. لكن المسيح كان جاي برسالة عميقة، خلاص الروح والسلام الداخلي، مش ملك أرضي.